مرحلتين، مرحله ان احنا الحفاظ على القوام الاساسي للمنتخب، والحفاظ الثاني ان احنا نقدر ندفع ببعض اللاعبين في اكتساب الخبره في المباريات. مش هنقول مش وقت خبره، ده البطولات. انا عايز اقول ان البطولات هي اللي بتخلق الخبره للاعبين، والمباريات الدوليه اللي هتخلق الخبره للاعبين. والنهارده دفعت اكتر من عنصر مع الحفاظ بالهيكل اللي موجود، هو ده اللي كان المكسب الكبير في المباراه. واللي بنتمنى باذن الله ان احنا خلال الفتره البسيطه اللي موجوده دي ان احنا برضه ناكد التشكيل وناكد الشكل اللي احنا لعبنا بيه. وشايف ان التجربه كانت افضل بكثير من تجربه مباراه ملاوي. كابتن شوقي، يعني يمكن النهارده حسيت ان منتخب مصر في الفترات المباراه بيلعب اكتر من طريقه. فتره 4-3-3 4-4-2 في فتره ثانيه، بعد الطرد شفنا 3-5-2 ليبرو واثنين سيرفيكات ضدهم. اعتقد انت بتلعب اكتر من طريقه بتعود بيها على لعيبتك، دي برضه فايده كبيره ضد فريق كويس زي مالي. يعني بص، هو تجربه اكتر من طريقه في المباراه فعلا كريم كانت موجوده. احنا كنا متغيرات الاداء ومتغيرات الملعب واللي انت عارف الفتره اللي فاتت كان في ضغط على اللاعبين. احنا كمان كنا عاملين ضغط في التدريبات من بدايه المعسكر لغايه امبارح، وكنا بنعتبر مباراه ملاهي هي ختام المرحله المضغوطه من المباريات والسفر والتدريبات وكده. والمباراه يوم 12 انا شايف ان الفتره من النهارده لغايه يوم 12 يعني في 7 ايام، ال7 ايام دول اللي هنقدر ننظم فيهم كل الحمل التدريبي ونوصل بيه للاداء ونوصل بيه للشكل اللي نكون قدام مباراه نيجيريا، ودي الاهم في كل شيء، ان احنا نكون بنفس القوه وبنفس الشكل. لكن احنا كنا سعداء النهارده ان في التزام في الاداء، في التزام في تطوير الاداء، من تحويل اللعب من بدايته كنا بنلعب 4-4-2 ثم بنحول لاربع مهاجمين في فتره من الفترات. كنا بنلعب زي ما شفتوا جدو مع شيكابالا مع زيدان مع متعب، يعني 4 مهاجمين. وفي فتره ثانيه لما لعبنا بليبرو، لما لعبنا بهاني مع السقا مع فتح الله كنا بنلعب بليبرو. يعني حولنا اكتر من اسلوب وطريقه لعب في الاداء، وده اللي مطلوب ان احنا نشتغل بيه لغايه ما نوصل على الاسلوب اللي هنلعب بيه باذن الله، وده موجود باذن الله. يمكن محمد ناجي جدو كابتن شوقي كان وقت اعلان القائمه 23 لعيب كان مفاجاه، لان كتير من الناس ما كانش حد متوقع ان محمد ناجي جدو ممكن ينضم للقائمه. لكن النهارده لما اتفرجنا عليه في اللقاء في الفتره اللي لعبها في الشوط الثاني، انا بتفرج من قاعد كاشف الملعب من المقصوره، لعيب كويس، بيستلم تحت ضغط، عنده الجرأه، بيعدي، بيفوت، بياخد الكره العاليه كلها بدماغه، بينزل في الواجب الدفاعي مع الفرقه في نص الملعب، بيزود الناحيه الدفاعيه. اعتقد يعني انت تقيم النهارده اداء محمد ناجي جدو ايه؟ يعني بص يا كريم، هو موضوع جدو دي مش اول احنا نختار. يعني احنا سبق لنا اختيار جدو فتره قبل كده من المعسكرات، واحنا خلال الفتره الاخيره كان في متابعه للاعبين. انا لو قلت لك عدد اللعيبه اللي ما شاركوش في كاس الامم الافريقيه 2008 كان هناك لاعبين تم اعادتهم مره ما اشتركوش في 2008 واشتركوا في 2006، لكن عدد اللاعبين اللي ما كانوش معانا في 2008 تقريبا في حدود 14 لعيب او 13 لعيب من اللعيبه اللي موجودين معانا في المعسكر. برضه جدو احنا بنطلب منه اكتر، احنا كنا متابعينه في مباراه الدوري، لكن بنطلب منه مجهود اكتر وبنطلب منه انه خلال الفتره يستغل اي فرصه تتاح له، لان هو مشروع لعيب كويس، مشروع لعيب ممكن يبقى باذن الله في الفتره القادمه من الناس اللي ممكن يبقى لها مكان في المنتخب. كابتن شوقي غريب، بنشكرك ومش هنطول عليك، لكن ان شاء الله اتمنى لك التوفيق وللجهاز كله واللاعبين، وان شاء الله اعتقد ان معسكر دبي كان 10 ايام كويسين جدا. يعني يمكن عمليه كل حاجه بتبقى فيها تنظيم ومنظمه. اختياراتنا للفرقه برضو زي ما قلت لك كريم ان احنا نلاعب ملاوي في تجربه افريقيه وثم نلاعب مالي. وانا شايف النهارده برغم عن غياب عنصرين من فرقه مالي وعنصرين مهمين او 3 عناصر مهمين، لكن المباراه كانت واخده طابع المباراه في البطوله، والاداء كان للفرقتين كان كويس. وانا يكفي يعني احترام الجهاز الفني لمالي، ولما جم اوضه اللبس وجي ماتش زياره يعني بيقول يعني انا الفريق المصري او اللعيبه المصريين بيساعدوني في الاداء، وانا
راجل نجم في ريال مدريد، لكن التواضع الكبير اللي هو عمله ولغايه الاوضه وبيصافح اللعيبه وكابتن حسن مثلا والجهاز اتصور معاهم، وده نجم كبير يعني نجم الناس كلها بتتكلم عليه في ريال مدريد، لكن التواضع والحاجه الجميله دي انا شايف الحمد لله ان بشكره يعني على حضور غرفه ملابس النهارده والكلام اللي قاله جميل على اللعيبه والجهاز. شكرا كابتن شوقي غريب اداره منتخب مصر، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله.